أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. فيلمنا النهارده بيبدأ مع طفل صغير اسمه فيدا، وبنشوف فيدا وهو بيقلد سبايدر مان وبيحاول انه يطير، فوقع من فوق المبنى ورجله اتكسرت، وراحت له امه تطمن عليه وقالت له ان مش لازم يكون عنده قوة خارقة علشان يكون بطل، يعني الدكتور في وظيفته بطل والشرطي زي والده بطل لانه بيضحي بحياته علشان الشعب يعيش في امان. فبص فيدا لوالده واعجب بيه جدا وقرر من وقتها يكون شرطي علشان يبقى بطل زيه. وبعد مرور 20 سنة بنشوف فيدا وهو بيتخرج من كلية الشرطة وبيحلف القسم، وتاني يوم بيستلم وظيفته في قسم الشرطة، وفي القسم بيتعرف على مساعديه، ومن أول يوم بيقرر يخرج يشوف وضع المدينة وبياخد معه مساعده الشخصي ناريان. وفي اليوم اللي بعده شاف شوية من المتحرشين بيتحرشوا بمجموعة من البنات المراهقات في الشارع، فبيستعد علشان يروح يضربهم، ومرة واحدة ظهرت بنت جميلة اسمها سنيها وضربت أول واحد فيهم بالقلم على وشه، وقالت للبنات إن عددهم أكتر من المجرمين دول ولو اتصدوا لهم هيقدروا يضربوهم، ولو مستنيين حد يجي ينقذهم فأكيد مش هيحصل في البلد دي. وبالفعل البنات سمعوا الكلام وضربوا الشباب، أما فيدا فكان هيمن وسرحان في جمال سنيها واللي وقع في حبها من أول نظرة. وتاني يوم لما بيروح القسم بيلاقي فلوس كتير جدا في الدرج، فسأل ناريان إيه ده ومنين الفلوس دي كلها؟ فرد عليه ناريان وقال له إن الفلوس دي هي عبارة عن هدية من رجال المافيا ومافيا المينا اللي شغالين في الاستيراد والتصدير والحانات وتجار الدعارة وغيرهم كتير، مقابل إنه يغطي عليهم ويسيبهم يشتغلوا براحتهم. فقال له طيب خلينا نخرج في جولة كده ونشوف الأوضاع هتكون عاملة إزاي. وبالفعل خرجوا، بس المرة دي خرجوا بالزي الرسمي، وراح لف عليهم واحد واحد، وكانت النتيجة إن كلهم شتموه بمنتهى الألفاظ، فأخدهم ورماهم في السجن. وفي المشهد اللي بعده راح هو ووالده يشوف عروسة. في الأول فيدا كان رافض الفكرة، لكن لما شاف سنيها تسمر مكانه وفرح جدا إن هي العروسة، وعرف من باباها إنها دكتورة جراحة. ولما قعدوا مع بعض شوية قالت له سنيها إنها فاهمة سبب توتره إيه، وبتطلب منه يدي لعلاقتهم شوية وقت، ولو حبوا بعض يكملوا في العلاقة بشكل رسمي، لكن لو لقوا نفسهم مش مرتاحين ومش قادرين يكملوا يبقى يبعدوا عن بعض ومفيش داعي يتعبوا نفسهم أكتر. فوافق فيدا على اقتراحها وبدأوا يتقابلوا كل يوم ويقربوا من بعض أكتر لحد ما حبوا بعض فعلا. وبعد كده بنروح لمجموعة من العصابة في المينا وهم بيخطفوا بنت اسمها نافيا، فرحت أمها وقدمت بلاغ في الاسم، وقدر فيدا يقبض على واحد منهم وكمان أجبره إنه يعترف. فقال له المجرم إن الخاطف يبقى ابن زعيم العصابة واسمه جاكي وفي منطقة بوغاري، ولو أنت شجاع فعلا ادخل بس المنطقة دي لأنها منطقة إجرامية وصعب جدا أي حد يدخلها. فغلي الدم في عروق فيدا وأخذ القوات ونزل المنطقة وفضل يجري ورا جاكي لحد ما قبض عليه، ونزل ضرب في باقي أفراد العصابة. وساعتها نزل زعيم العصابة بوغاري وقال له انت ازاي تتجرأ وتدخل منطقتي، وراح مسك ناريان من هدومه. هنا بقى فيدا ما حسش بنفسه غير وهو بيضرب بجاري برجله، وبعدها اخده ورماه في السجن مع باقي اعوانه. في نفس اليوم استقبل فيدا اتصال المفوض، وكان متوقع ان المفوض هيشكره على مجهوده وشجاعته، لكنه اتفاجئ انه طلب منه يوقف اللي بيعمله ده ويسيب العصابات تشتغل زي ما هي عايزه. فاتصدم فيدا، وكانت الصدمه الاكبر في والده واللي جه وزعق له هو كمان وقال له ان كان بياخد رشوه من العصابات دي علشان يصرف عليه ويدخله احسن مدارس ويخليه شرطي قد الدنيا. وقبل ما يمشي قال له لو العصابات قامت هيخلصوا عليهم كلهم والافضل ليه يعيش وهو لابس قناع. ومن شده الصدمه فضل فيدا يشرب ويسكر طول الليل، وتاني يوم راح القسم وهو سكران ومش لاقي حاجه حواليه. وقتها كانت نافيا مع امها قدام القسم، وامها بتزعق علشان العصابه اغتصبوا بنتها ومحدش من الشرطه قدر ينقذها. فلقت نافيا علبه بنزين فاخدتها وولعت في نفسها، وحاولوا رجال الشرطه انهم ينقذوها بس للاسف كانت البنت ماتت. ومن هنا اشتعلت نار الغضب في عيون فيدا، وقرر يخلص على كل العصابات اللي في المدينه، واستنى لما جه الليل ولبس قناع باجيرة وراح لافراد العصابه اللي اغتصبوا نافيا، ومره واحده اقتحم عليهم المكان ونزل فيهم ضربه وعجن وعذبهم بنفس الطريقه اللي عذبوا بها نافيا لحد ما قطعهم حتت وخلص عليهم كلهم. وفي نص الليل وصلوا رجال الشرطه لمسرح الجريمه وما لقوش في المكان غير طفل صغير، فسالوه مين اللي عمل فيهم كده، فقال لهم اللي عمل فيهم كده شخص واحد بس واسمه باجيرة. ومن بعد اليوم ده فيدا بدا يمثل انه شرطي مرتشي وبقى ياخد رشوه من المجرمين، واخر اليوم يخرج ويخلص عليهم. ولما بيجي بلاغ لاسم الشرطه عن مجرم بيخرج فيدا اخر اليوم وبيخلص على المجرم وهو متنكر، لحد ما في يوم من الايام بيقول واحد من الضباط لناريان ان في حاجه غريبه بتحصل، وهي ان اليوم اللي بيتقدم فيه شكوى ضد مجرم بيموت المجرم ده في نفس اليوم. مش غريبه دي؟ فاستغرب ناريان وبص لفيدا، ومن هنا فهم ان فيدا هو باجيرة، وفضل ساكت وعامل نفسه مش فاهم خوفا على حياه فيدا من المجرمين والضباط المرتشين. وقتها بقى ناريان بيقدم له الرشوه اللي بيدفعها له المجرمين، وبيكتب له اسماء المجرمين على ورقه علشان يخلص عليهم.
عليهم آخر اليوم. وده فعلا اللي كان بيحصل. كان فيدا بياخد الرشوة مع الاسم بالنهار وبيخرج يخلص عليهم بالليل، وطول الوقت ده كان بيتجاهل الرد على سينها، لحد ما في يوم من الأيام لما روح البيت لقاها جت تطمن عليه، فمثل إنه مش بيحبها وقال لها إن كل حاجة بينهم خلاص انتهت. وطبعا هو عمل كده لأنه خايف عليها من المجرمين اللي عايزين ينتقموا منه، وأكيد لما يعرفوا إنها حبيبته هيقتلوها. وبنروح بعدها لصحفي شجاع اسمه رانجانا، وبيهاجم كل العصابات في المدينة من خلال كتاباته، وعشان كده انتقموا منه وقتلوه قدام مراته وابنه. ولما وصلت الشرطة سكتت الأم خوفا على حياة ابنها هو كمان، أحسن يقتلوه زي أبوه. أما الشرطي فكان ضابط فاسد، وقال قدام الجميع بمنتهى السخرية إن الأثر دي أثر كلاب ضالة هجمته لحد ما قتلته. فتاني يوم باجيرة قتل الشرطي الفاسد وزعيم العصابة بوجاري بنفس الطريقة اللي مات بيها الصحفي ورماهم في الشارع. ولما وصلت الشرطة سألت الناس ايه اللي حصل لهم، فرد عليهم ابن الصحفي وقال لهم أكيد الكلاب الضالة هي اللي عملت فيهم كده، وأكدوا الأهالي كمان. فحبوا رجال العصابات ينتقموا من باجيرة وخطفوا 87 شخص وحبسوهم في المينا. فراح لهم باجيرة المينا وحاول ينقذهم، لكن أفراد العصابة كانوا كلهم مسلحين، واتصاب رصاصة في كتفه وبسرعة هرب منهم ونط في النهر. وبعدها خرج راح لبيت حبيبته سينها، وهناك فقد الوعي من شدة التعب. ولما فاق فضل يدور على القناع، فدخلت سينها وقدمت له القناع، وعرفت من هنا ان حبيبها يبقى هو باجيرة، وكانت مبسوطة جدا وفهمت هو ليه بيبعد عنها. وبعدها فيدا خرج من عندها ورجع تاني لبيت أجاي، وهناك لقى أجاي قاعد بيستنيه بعد ما قتل مراته وبنته، وقال له انه قتلهم لانه مش هيقدر يتحمل يركع لرنا علشان يرحمه، لان رنا وعده اذا ما قالش باجيرة وخلص عليه هيقتله هو وكل عيلته. وفي النهاية طلع أجاي المسدس وقتل نفسه هو كمان. وتاني يوم العقيد غور عمل اجتماع وقال فيه ان باجيرة قاتل متسلسل. ده اللي هو ازاي معلش يعني، وشغل العصابات ده كان ايه؟ طبعا العقيد قال كده وطلب من رجالة الشرطة يقبضوا عليه علشان ينتقم من باجيرة، لان الشرطي الفاسد اللي قتله يبقى الوزير. وبعدها راح نريان لمكتب فيدا وقدم له ورقة زي كل يوم، وبعد المرة دي كان مكتوب فيها اسم هاكر محترف علشان يساعده في اختراق أجهزة العصابات ويعرف يوصل لهم. وبالفعل فيدا قابل الهاكر اللي كان اسمه أكاش وطلب منه يساعده، فوافق أكاش. وتاني يوم وصل تلميذ لاسم الشرطة بتهمة انه ابتكر جهاز كهربائي بيتوصل في الجسم وبيكهرب اي حد قدامه، فاعجب فيدا بذكاء الولد وبالفكرة كمان وضمه للفريق. وبعد ساعة تم القبض على راجل عجوز مخترع ألعاب أطفال وعنده القدرة انه يصنع قنبلة، فضموا فيدا هو كمان للفريق وبدأ كلهم يتعاونوا مع بعض وصنعوا عدد كبير من المتفجرات. وفيدا صنع لنفسه قناع نمر وموتوسيكل حديث. أما أكاش فقدر انه يخترق أجهزة العصابات وعرف انهم بيتاجروا في الأعضاء مقابل مبالغ ضخمة، فراح فيدا لمقرهم اللي بيكون عبارة عن مستشفى سرية ودمر المكان كله وقتل كل المجرمين قبل ما يعملوا عملية نقل أعضاء من طفلة عمرها 15 سنة لراجل غني عمره 75 سنة. الله، ما هو كده ميت للفرهدة دي بس. وبعد ما مشي وصلوا رجال الشرطة ولقوا عدد كبير من الشباب المخطوفين، ولما سألوهم مين اللي أنقذهم رفضوا يذكروا اسم باجيرة. ومن بعدها بدأ فيدا يخلص على كل العصابات والمجرمين ويدمر لهم المواقع بتاعتهم، لدرجة إنه غورو كان متعصب جدا لأنه مش قادر يمسكه. وفي المشهد اللي بعده راح رانا يقابل المساعد بتاعه اللي اسمه يوغي ويسأله ازاي باجيرة قتل رجالته ما عدا هو، فرد وقال له علشان أنا قفلت تليفوني فما عرفش يوصل لي، فأجبروا رانا يفتح تليفونه علشان يستدرك باجيرة، وهو ده اللي حصل فعلا. وراح فيدا المكان يوغي ورانا، وهناك بدأ بينهم الأكشن، بس رانا ويوغي مشوا يقابلوا تجار الأعضاء، وفي النهاية قدر باجيرة يهزمهم كلهم ويخلص عليهم. وبعدها بدأ المحقق غورو يكثف البحث عن باجيرة لحد ما واحد من الضباط قال له إن الضابط فيدا اتغير لأنه ما كانش كده، وكان ضابط صارم وشجاع لحد ما هدده المفاوض، وبقى من بعدها بيقبل الرشوة. وفي يوم من الأيام شاف بنت انتحرت قدام عينيه في الاسم، ومن ساعتها اتغير أكتر، فافتكر غورو إن باجيرة قتل كل المغتصبين في نفس اليوم اللي انتحرت فيه نافيا. ومن هنا شك إن فيدا هو باجيرة، وطلب من المختص يقارن صور فيدا مع صور باجيرة، ولما حط القناع على وشه اتأكد إن فيدا هو باجيرة. وقتها كان دخل واحد من الضباط الخونة وصور فيدا وهو على وشه القناع وبعت الصورة ليوغي، وبكده هو كمان عرفوا إن فيدا هو باجيرة، فحب ينتقموا منه وخطفوا حبيبته سينيها، وفي نفس الوقت خطفوا 50 شخص تانيين وحطوهم في حاوية فوق سطح المية. واتصل عليه رانا وخيروا ما بين إنه ينقذ حبيبته أو ينقذ ال50 شخص، بس لو قرر ينقذ ال50 شخص وقتها هو هيقتل حبيبته أو العكس. وساعتها فيدا اختار ينقذ ال50 شخص، فحب رانا ينتقم منه وعذب سينيها أشد العذاب، وفي الآخر قتلها مع الأسف. أما فيدا فحاول ينقذ ال50 شخص قبل ما يغرقوا في المية، ووقتها وصلت الشرطة وساعدوا ينقذوهم. والغريب بقى إنهم قبضوا عليه وأخدوا المكان معزول في الصحراء علشان يقتلوه، لكن اللي حصل إن واحد منهم قتل الضابط الخاين، واتصل على غورو وقال له أنا نفذت كل اللي طلبته مني. وهنا بنكتشف إنه غورو كان ضد العصابة من الأول ومعجب جدا بتصرفات باجيرة، وكلموا وعرفوا إن رانا حاليا في محطة القطر ولازم يلحقوا قبل ما يهرب. وبسرعة راح باجيرة للقطر وخلص على رجالة رانا واحد واحد، وبعدها بدأ
وبدأ الأكشن بينه وبين رنا. في الأول رنا كان مسيطر على الموقف، ولما ضربه توقع إنه وقع من فوق القطر ومات، لكن اتفاجئ إنه لسه عايش، ومرة واحدة خبطه برجله ونزل فيه ضرب لحد ما مسكه من رقبته وافتكر حبيبته اللي ماتت على إيده، وأخيرا طعنه في قلبه وقتله وأنقذ المخطوفين. وفي مشهد النهاية راح غوره للوزير وقال له أنا عارف إنك أنت اللي بتساعد العصابة دي كلها، وإذا ما سلمتش نفسك بهدوء وقتها باجيرة هو اللي هيتعامل معاك بمنتهى العنف. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، استنونا في أفلام تانية جديدة، والسلام.